السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. اليوم غادي نهضروا على واحد الكتاب اللي قلب الموازين في العالم كامل وترجم أكثر من 60 لغة. الكتاب سميتو فن اللامبالاة ديال مارك مانسون. ولكن بلاتي قبل ما يسحب لك باللي غنعطيك شي وصفة سحرية باش تولي بارد وما كتسوقش، خليني نصدمك بالله هذا الكتاب جا باش يفيقنا كاملين. حنا دابا عايشين في واحد العالم اللي ضاغط علينا. خاصك تكون واعر، خاصك تكوني زوينه وتكون فورمتك زوينه، خاصك تسافر وتصور الماكله وتبان ضاحك في السوشيال ميديا. والا ما درتيش هادشي كامل كيسحاب لك بلا راسك انت فاشل وكتبان لك الدنيا كحله. مارك مانسون كيقول لك حبس من هاد الهبال. كيقول لك باللي سر السعاده ماشي هو تزيد الحوايج لحياتك، بل هو تنقص منها. هو انك تختار شنو هما الحوايج اللي يستحقوا بصح تعمر بهم راسك وتسمح في داك الشيء الاخر كامل. اليوم غنفكوا هذا الكتاب بالدارجه ونشوفوا علاش خاصنا نتصالحوا مع الفشل، وعلاش المعاناة هي اللي كتعطينا قيمة، وكيفاش نعيشوا حياة حقيقية بعيدة على داك الزواق ديال السوشيال ميديا. وجد قهوتك ولا اي حاجة كتعجبك تشربها ورخي ودنيك معايا ويلا بينا نبداو. تخيل معايا كل ما حاولتي تكون سعيد بزاف كل ما كتحس براسك ناقص شي حاجة. هاد الكتاب غينهضروا عليه اليوم. فن اللامبالاة ما جاش باش يطبطب عليك، جا باش يعطيك ضربة لكتف ويوعيك. الفكرة احنا عايشين في عصر الإيجابية السامة. السوشيال ميديا كتقولك خاصك تكون زوين غني وديما ضاحك وديما مسافر. الرسالة مارك مانسون كيقولك هادشي كذوب. اللامبالاة ماشي هي تكون ميت الإحساس، ولكن هي تختار المعارك اللي كتستحق تقاتل عليها. المحور الأول، قانون الجهد العكسي، The backward law. مثلا بحال فاش كتكون كتقلب على سوارت وهما في جيبك، كل ما تعصبتي وبديتي كتقلب عليهم بالزربه ما كتلقاهمش، غير كترتاح وكتبرد كيبانوا ليك. تطبيق، الا بقيتي كتركز غير على علاش انا ما عنديش فلوس، عقلك كيبقى مبرمج على الفقر. اللامبالاة هنا هي تقول ايه دابا بصح ما عنديش الفلوس، ولكن هانيه ارا نخدمو ونبدلو الواقع ديالنا. المحور الثاني، سلة اللامبالاة محدودة. تخيل باللي التسواق يعني شحال ديال الجهد وديال الفقصة والوقت اللي كتعطي للحاجة. هي باقة ديال الانترنت عندك في التليفون ولكن هاد الباقة فيها غير 100 جيجا في النهار كامل وما كتزادش. السيناريو الاول، بنادم اللي كيتسوق لكل شيء. فيقتي في صباح لقيتي واحد خونا حط كومونتير خايف في الفيسبوك، دخلتي معاه في الصداع طارت لك واحد 30 جيجا. خرجتي للطريق وتلاقيتي مع شي مول الموتور قطع لك الطريق، ديتي معاه في السبان وتعايرتي طارت لك واحد 40 جيجا. مشيتي الخدمه سمعتي واحد السيده كتهضر فيك، من وراك بقيتي كتفكر وكتفقس نهار كامل في الهضره ديالها، طارت لك واحد 30 جيجا اللي بقات. النتيجه وصلتي ل 12 ديال النهار الويفي ديال عقلك طفى. ملي كتحتاج الطاقه باش تخدم على مشروعك ولا باش تضحك مع ولادك اولا باش تخرج والديك، تلقى راسك صافي ساليتي الشارج، ومع الصبحيت ضيعتي الكونيكسيون في خوال الخاوي. السيناريو الثاني، فن اللامبالاة. مارك مانسون كيقول لك اقتصد في التسواق ديالك. خونا حط كومونتير خايب كتشوف فيه وكتقول هاد خونا ما يستاهل حتى جيجا، كدوز. مول الموتور قطع عليك الطريق هانيه، المهم ما وقع والو، ما غاديش تعصب كدوز. النتيجه كتبقى مخبي ديك 100 جيجا كامله للحوايج اللي كيهموك بصح، قرايتك صحتك فلوسك والناس اللي كيبغيوك. نصيحه لكم، تعلموا ما تسوقوش للحوايج اللي تافهه باش تشيطوا الجهد الحوايج اللي مهمه. المحور الثالث، اختار المعاناه ديالك. هذه اقوى فكره في الكتاب. السعاده هي تحل المشاكل ماشي تهرب منها. شنو هو الالم اللي مستعد انك تخلص؟ بغيتي تكون مثلا يوتيوبر مشهور، واش مستعد لتمارة ديال المونتاج والانتقادات والبداية بزيرو مشاهدة؟ بغيتي تكون مقاول، واش مستعد للسهر والريسك ديال الخسارة؟ الخلاصة، النجاح هو داك الجزء اللي ما كيبانش في الصورة، هو الصبر على الآلام. المحور الرابع، انت ماشي حالة خاصة، صف على الغرور. مارك يقول لنا راك غير بنادم عادي ومشاكلك عادية. ملي كتقبل بلا راك ماشي اسطوره، دابا كينقص عليك الضغط، كتقدر تبدا صغير وتغلط وتعاود، حيت اصلا حتى حد ما مراقبك بالشكل اللي كتخايل. المحور الخامس، المسؤوليه ضد الغلط. هنا ركز على هاد النقطه حيت كتقلب المفاهيم. ماشي غلطك الا تولدتي في عائله فقيره، ولكن مسؤوليتك هي شنو غادي تقدر دير بحياتك دابا. ماشي غلطك الا شي حد جرحك، ولكن مسؤوليتك هي كيفاش غادي تقدر تداوي جرحك وتزيد لقدام.
اللي كيبقى يلوم دوره في الدولة والوالدين كيعطي السارود ديال حياته ليدي الناس اخرين. وصلنا للآخر ديال الحلقة، ولكن هذه هي بداية ديالك مع فن اللامبالاة. اللي بغيتك تخرج به اليوم هو هاد الجملة: الحياة قصيرة بزاف باش تضيع الطاقة ديالك على الحوايج التافهة. ما تبقاش تسنى النهار اللي يولي عندك كاع داكشي اللي كتحلم به باش عاد تكون سعيد. السعادة الحقيقية هي ملي كتصالح مع المشاكل ديالك، ملي كتقبل بلي الفشل والألم هما اللي كيبنيو ديك السبعة اللي فيك. تذكر ديما عندك باقة محدودة ديال الجهد والوقت كل نهار. واش غتضيعها في السبان ديال الزنقة وفي التبقشيش في حياة الناس، ولا غتخبيها للحوايج اللي غتخليك تفتخر براسك ملي تحط راسك على المخدة بالليل؟ مارك مانسون ما كيقول ليناش كونوا ميتين، قال غير كونوا حكماء فين غتحطوا قلوبنا. الى عجبك هاد الحلقه ما تنساش تبارطاجيها مع صحابك اللي كيسوقوا بزاف للناس وكيتستريساو. وقول لنا في التعليقات شنو هي الحاجه اللي غتبدا من اليوم دير ليها اللامبالاه. شكرا بزاف على وقتكم، ونشوفوا في الحلقه اللي جايه. تهلاو.